السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مرحبا دكتور عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. كيف حالك يا دكتور عاطف؟ مرحبا بيك، اتفضل. اهلا بيك ومرحبا بضيوفك الكرام. الله يكرمك. اعزك الله. يعني انا اردت ان ادلي بدلوي في قضية خطيرة قد اثرتها في هذا البرنامج، وهو موضوع تعزية النصارى في من مات لهم، سواء كان شنودة او غير شنودة. انا يؤلمني ان اسمع من احد الحاضرين ان يقول ان هذه مسألة لا علاقة لها بالدين. لا يا اخي الفاضل، كل شيء عندنا له علاقة بالدين، كل كبيرة وصغيرة، الاجتماعيات، السياسة، كل شيء يرتبط بديننا. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل شيء ينبغي أن يصدر عني ينبغي أن يكون موجها بتشريع من الله، وينبغي أن يكون موجها لله. هذه مسألة أردت أن ألفت النظر إليها، فلا يقال لا علاقة بحكم الدين في ذلك. هذه واحدة. الثانية أن يقال حينما نسأل أعزيهم أو لا أعزيهم، أقول هذا رأيي. لا مجال للرأي في هذه الأمور، ونحن ما نسأل لنجيب بآرائنا، وإنما ينبغي أن نجيب بما يراه الدين وما يحكم به الدين، وتلك هي الثانية. وأما الثالثة فلا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام قام لجنازة، وقد قام لجنازة يهودي ولما سئل قال إنها نفس، ينبغي أن نكمل هذه الرواية ثم ترك القيام بعد ذلك. ومسألة القيام وعدم القيام ليس فيها مستدل على أن نعزيهم أو لا نعزيهم، ليس دليلا على هذا، إنما الدليل يؤخذ من النصوص. والنصوص ينبغي أن نسأل: هل أباح لنا النبي صلى الله عليه وسلم تعزية غير المسلم أو لم يبح؟ أنا أحيل الحاضرين والجالسين على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، فليقرأوا ما قاله وما ساقه من أدلة، فالرجل لا يتكلم برأيه. وعليهم أيضا أن يقرأوا في صحيح البخاري حكم عيادة المريض من هؤلاء، ثم إذا مات يعزى ولا يعزى، ليعلموا أن ما قاله أهل العلم في هذه المسألة أن مريضهم لا يزار إلا إذا دعي إلى الإسلام. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاد مريضا يهوديا، ذهب ليدعوه إلى الإسلام، يقول ابن حجر: فلا يعاد إلا إذا دعي، أما بغير هذا فلا. أما إذا مات ميتهم فلا يعز كما قال أهل العلم، لأنه للأسف الشديد قد تبين كفره، وبهذا رحل على كفر، فلا يعز. فماذا نقول إذا ما عزينا؟ نقول قد ذهب إلى الجحيم ومات كافرا، هو لا يعز لأنه قد ثبت كفره وبموته تبين لنا أنه كافر. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى في حق أبي سيدنا إبراهيم: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وهو أبوه. إذا كان الإسلام يدعونا إلى حسن المعاملة فهذا حق، إذا كان الإسلام يقول أن تبروهم وتقسطوا إليهم فهذا حق، ولكن لا علاقة بهذا بقضية التعزية والعزاء، وهذا أمر ينبغي أن نلفت النظر إليه. الإسلام حينما نتكلم عنه ونقول الإسلام الحضاري، الإسلام هو الإسلام، لم يتغير في القرن العشرين ولن يتبدل ولن يحدث هذا. الإسلام هو الإسلام، وقد جعله الله سبحانه وتعالى صالحا لكل زمان ولكل مكان، فليس هناك إسلام حضاري وإسلام غير حضاري. الإسلام هو الإسلام، وأحكامه ثابتة في كل وقت وفي كل حين، والإسلام يمنع من هذا. الذين يتكلمون عن شنودة على أنه رجل وكذا وكذا وكذا، ينبغي أن ننظر إلى شنودة من شقين. الشق الأول الشق السياسي، ليقل أهل السياسة فيما يحلو لهم، يقولون كان رجلا، كان حكيما، كان 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 كان. الشق السياسي أنا أتركه لأهله، ولكن إذا أردت أن أتكلم عن الشق الديني
فإن شاء الله سأرسل إليك بعض الشرائط ليستمع إليها هؤلاء الحاضرون الذين يتكلمون عنه وكأنه هو الذي أوتي الحكمة وقد أوتي خيرا كثيرا. سأرسل إليهم بعض الشرائط التي سجلت لشنودة وهي عندي وقد رددت عليه، وكانت إحدى الأسباب في قضيتي في عام 2006 كيف يتكلم عن القرآن وكيف كان يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعتقد لو سمعوا كيف كان يتكلم عن القرآن وكيف كان يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يستحق أن يقال في حقه كلمة طيبة ولا أن نعزي أهله فيه، لأنه أساء إلى الله وإلى الرسول وإلى القرآن وشرائطه عندي حجة عليه. فأرجو إن شاء الله تعالى ألا نجامل أحدا على حساب الدين. والدكتور محمد أبو زيد الفقي كان ليه كلمة ألا ننافق العوام، فأنا أرجو أيضا ألا ننافق النصارى. قضية نحن نحبهم أو يحبوننا، إذا أردنا أن ندخل في قضية الحب وأردنا أن نتكلم عن قضية الحب أنا أرجو ألا يلوى ذراعنا بهذا. نسأل أنتم تحبوننا أم لا نجلس نتكلم معهم عن عدالة الإسلام وأن الإسلام أمرنا أن نعدل معكم وأن نحسن إليكم وكذا 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 وكذا. فإذا ما ضاق عليهم هذا الباب فتحوا بابا آخر. طيب أنتم بتحبونا ولا بتحبوناش؟ طيب دعنا نتكلم في قضية الحب. هل هم نحن نحب عيسى ونحب مريم، هل هم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دعهم يجيبون إذا كنا سنتكلم في قضية حب. إن أجابوا وقالوا نعم فنحن سنحبهم ولا خلاف بيننا وبينهم، ولكن إجابتهم واضحة أنهم يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبغضهم، يكفرون به ونحن نكفر بهم، وهذه حقيقة ينبغي أن نعلنها. فالكلام عندنا ليس في الحب، فهم يبادلوننا بغضا ببغض وقد حدثنا الله عما تكنه صدورهم، والله سبحانه وتعالى لم يدلس علينا. إنما القضية فيما بيننا وبينهم قضية العدل. الإسلام علمنا أن نعدل معهم حتى ولو كنا نبغضهم، وقال الله نبغضهم كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا سادة، النصراني إذا مات على كفر ولا يعزى، وهذا هو الإسلام. وإذا أردنا أن نمتدح شخصا من ناحية سياسته فلا بد وأن نبين للناس حقيقته من ناحية الدين. وشنود مات والله يبغض الله ويبغض رسوله ويبغض القرآن ويكيل للقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، وشرائطه عندي حجة عليه، وهو يتكلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم له من المخازي ما له، وأنه كاذب في دعواه، وأن القرآن فيه ما هو كذب وباطل. فهل يجوز لنا بعد هذا أن نقول رحم الله شنودة؟ أرجو إجابة من الحاضرين إن شاء الله تعالى، وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا دكتور عبد الله.